في قصة مرعبة انتشرت في حي هادي جدا في المعادي. قصة عن طفل صغير، بس الغريب إن محدش يعرف مين خلفه، ومحدش لاقي له أصل. كل حاجة بدأت يوم الخميس الصبح. الساعة كانت 8 والشارع كان فاضي كالعادة. عم حسن البقال كان بيفتح المحل بتاعه، وفجأة لقى طفل واقف قدامه. الطفل كان غريب جدا، لونه باهت، لابس يونيفورم مدرسة قديم، شكله من التسعينات، وشايل كراسة متوسخة. بس اللي شده أكتر إن عينه ما بتتحركش، ونظرته ثابتة كأنه مش بني آدم. عم حسن قاله: انت تايه يا حبيبي، ساكن فين؟ رد الولد بنفس الصوت الهادي اللي بيخلي جلدك يقشعر: أنا ساكن هنا، بس محدش فاكرني. الكلمة دي كانت بداية الرعب. الناس بدأت تتجمع، الكل بيسأل الولد، بس مفيش حد من السكان يعرفه، ولا حد شافه قبل كده، ولا حتى في المدرسة القريب. واحدة ست من الجيران اسمها مدام فريدة قالت له: اسمك ايه يا حبيبي؟ بصلها وقال لها بكل ثقة: أنا اسمي زي اسم أبوكي بالظبط. قالت له: أبويا اسمه سعد. ابتسم وقال: أنا كمان اسمي سعد، أنا كنت ابنه في سنة 1985. الناس ضحكت، افتكروا بيهزر، لكن في لحظة الحاجة أمينة، ست كبيرة جدا، كانت ماشية في الشارع، وقعت على الأرض أول لما شافته. كانت بتصرخ وهي بتقول: ده هو، ده هو، نفس الوش، نفس اللبس. ده كان ساكن معانا زمان، ومات في حريق لما كنت طفلة. كان اسمه سعد، وكان وحيد أهله، وجثته عمرها ما اتلاقت. هنا بدأ الحي كله يتوتر، لكن الحاجة أمينة ما تعرفش حاجة عن اللي قاله الولد. لكن كل كلمة قالتها كانت مطابقة لكلامه. الولد اختفى بعدها بساعات من غير أي أثر. الكاميرات اللي فوق البقالة سجلت حاجة أغرب. كان واقف عادي، وفجأة الصورة اتهزت والولد اختفى. بعدها بيوم ظهر تاني، واقف قدام عمارة رقم 3، وبيبص لفوق ناحية الدور الرابع. والغريب إن في ست اسمها نجلاء كانت ساكنة هناك، وأول لما شافته من البلكونة وقعت مغمى عليها. ولما فاقت قالت إنها صحت بالليل، لقيته واقف جنبها على السرير. كان بيبص لها: كنتي بتدعي تخلفي صح؟ أنا جيت، بس مش زي ما بتتخيلي. الناس بقت مرعوبة، والحي اتقلب. الشرطة جم وخدوا الولد القسم. كان قاعد بهدوء مبتسم، مش خايف ولا متوتر. الضابط سأله: انت مين وعايز ايه؟ رد الولد وقال: انا كنت هنا من زمان، بس اتنسيت، وكل ما الناس تنساني لازم ارجع. لما سأله الضابط: انت ليك اهل؟ قال الولد بهدوء مرعب: انا ابنك، بس في حياة تانية. الضابط ساب المكتب وخرج وهو متوتر، ووشه متغير. وفي نفس الليلة الولد اختفى من الزنزانة. الكاميرات سجلت آخر لحظة وهو قاعد. اللمبة نورت واتطفت، ولما النور رجع مفيش حد في الزنزانة. من ساعتها كل فترة بيظهر نفس الطفل في حتة مختلفة، في وقت مختلف، بس بنفس الملامح ونفس اللبس ونفس الكلام. كل مرة يقابل حد يقول جملة واحدة: أنا راجع لما تنسوا. لحد النهاردة مفيش حد يعرف مين الطفل ده ولا جه منين، لكن كل مرة حد يشوفه بيحصل له اختفاء بعدها، أو موت غريب. الناس بدأت تسميه الولد اللي محدش خلفه.